السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. النهاردة أنا هتكلم معاكم على وصفة للقولون العصبي. دي طبعا انتوا يعني رغبة دي لطلباتكم، وكذا حد يعني اتصل بيا قال لي عليها يعني وعايز وصفة ليها تكون مفيدة. يعني هي القولون العصبي ده هو عبارة عن سوء في الهضم، بعض انتفاخات وتقلصات في البطن، احساس بالالم الشديد في الجهاز الهضمي. تكون دي صورة بتيجي بصورة امساك شديد او اسهال شديد، وساعات بيكون ارتفاع شديد في حموضة في المعدة، والشعور باختناق كده وضيق في التنفس، وظهور ألم تحت أسفل البطن. فلازم دي عشان برضو نقلل من الشعور بالتعب القولون العصبي وكده. ده لازم يعني نتبع شوية حاجات كده بسيطة مع بعضينا. نكتر شوية في أكل الفواكه والخضروات. لازم طبق السلطة في كل وجبة يتعمل يعني. طبق السلطة لازم يكون فيه مواد كتير خضروات، يعني على الأقل 5 6 أصناف، طماطم، خيار، مثلا خس، كرات، يعني تكتر من البقدونس، كزبرة كده يعني، على أساس إن دي بتسهل خالص، بتريح القولون وبتريح المعدة، وبرضه فيها نسبة كبيرة من الفوائد. بنتجنبوا طبعا حاجات كتيرة في الأكل، يعني زي الحمص والفول والعدس يعني ما نتناولش كتير الشاي والقهوة. المشروبات الغازية طبعا دي بتحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، برضو دي بتؤدي إلى انتفاخ في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي. طبعا احنا ده كله نحن نبتعد عنه، يعني الوقاية خير من العلاج. نحن هنعمل وصفة بسيطة خالص دلوقتي. الوصفة دي يعني هي يعني متناولة يعني عندنا في البيت، مش هنشتريها من بره، مش نتعب فيها. يعني كل الحاجات اللي عندنا في البيت دي معروفة. الياسون، ينسون، ده موجود في كل بيت. النعناع، النعناع اللي هو الأخضر، بننشفه بيبقى بالطريقة دي يعني، أو بنجيبه ناشف من العطار. ال ال دي الكراوية، كراوية أو شمر. يعني لو أنت عندك شمر كويس، وهات كراوية برضو عليه. ده الشمر اللي هو كذا وصفة نزلنا في منه يعني. شمر وينسون ونعناع. ولو انت برضو وانت عند العطار بالمرة هات يعني ايه كراوية. الكراوية برضو تشبه نفس اللون زي كده، هو ونفس البذرة. الكراوية تشبه نفس البذرة كده اهو. فدي هيكونوا كويسين خالص للقولون العصبي، بيهدوه. دي المشروبات دي بتساهم في تسكين وتلطيف القولون والقضاء على الألم، والحصل بسبب يعني حركة الجدران القولون لما بتشتغل من الحاجات دي كلها بتخفف الألم، بتساعد على الشفاء نهائي. هنعملها بطريقة بسيطة جدا جدا. هناخد من كل نوع من دول معلقة كبيرة، يعني النعناع معلقة كبيرة كده اهو، واليانسون كله منقاي ونضيف يعني معلقة كبيرة، والشمر برضو نفس النظام كده معلقة كبيرة يعني. كل نوع يعني تكتري كده المعلقة تخليها كبيرة شوية. ولو في كراوية برضو تحطي معلقة كبيرة عليهم. هتقلبيهم كده اهو، يعني براحتك اعملي الكمية اللي تريحك. 3 معالق 4 معالق من كل نوع، تخلطيهم مع بعضهم كده اهو. وهتاخدي خلاص كده احنا خدنا من كل نوع. هتخلطيهم على بعض، هتاخدي منيهم معلقة صغيرة كل يوم بعد الأكل. هتاخدي منيهم كده بعد ما خلطتيهم كلهم كويس كده اهو، هتاخدي معلقة كده اهو وتحطيها على تحطي في مج كده اهو معلقة صغيرة من كل الأنواع دي اللي انت عملتيها. وهتجيبي المية المغلية، هتحط عليها مية مغلية كده اهو. ليه؟ لان انت هتصفيها بعد كده. طبعا انت ما تهمكيش الشوائب اللي فيها دي، هتصفيها منيها بعد ما تهدى. يعني العسل دوت دي برغبتك. عندك عسل نحل ابيض، حطي معلقه كبيره حلي بيها. لا هتقبلي تاخديه بالطريقه دي. هو برضو العسل فيه برضو فايده كبيره خالص، يعني برضو في القولون العصبي بيهديه جدا. هناخد معلقه كبيره كده اهو، هنحطها على المية اللي هي مش يعني مش هيضر، لان هو نوع من انواع العلاج. هتدوبيها كويس
بعد ما تدوبيها كويس خالص كده اهو، وتلقيها كله استساغ في بعضه كده اهو، وتتجانس مع بعضه، تغطيها لمدة 5 دقايق او 10 دقايق. هتغطي الكمية دي كده انت اهو، وبعد كده تصفيها وهتشربيها بألف هنا وشفا. دي هتساعد في تلطيف القولون العصبي وانتهاء الآلام، وبرضو تعالج الإمساك، وتعالج لو كان في إسهال برضو. حاجات بسيطة جدا وفيها العلاج الكامل إن شاء الله. الحاجات دي طبعا الطب النبوي، الأعشاب، الحاجات البسيطة دي كلها فيها الشفاء. وإن شاء الله يا رب تكون الوصفة خفيفة عليكم، وما تنسوش تدعموني. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.